السلام عليكم حبيباتي الغاليات، مرحبا بكم في القناة. اليوم بإذن الله في إطار وصفات شهر رمضان الكريم غادي نقدم لكم واحد المملحة جد بسيطة راقية، بشكل جديد، اقتصادية في المكونات ديالها. إذا ما غاديش نحتاجو مكونات اللي هي كتيرة، إن شاء الله غادي نتعرفوا على هاد المكونات بإذن الله مع طريقة التحضير. إذا أول حاجة في واحد المقلة غادي نوضعو شوية ديال زيت الزيتون، غنضيفو البصلة اللي نكونو قطعناها هكا قطع صغيرة، وغادي نشحرو كلشي مزيان. كنبقى نحرك في هاد البصلة ديالي حتى كتاخد اللون، هاد اللون الذهبي. غادي نضيفو دابا قطع من الدجاج اللي يكون مغسول مزيان ومستقطر من الماء، وكنستمروا في التحراك بهذا الشكل. كنخليو النار متوسطه باش الدجاج ديالنا ما يطلقش لينا الماء بزاف. من بعد غادي نضيفو الكميه الكافيه من الملح، غنضيفو هنايا قزبره مطحونه، وغادي نضيفو شويه د الهيل مطحون. بلا ما ننسى مع واحد العود صغير ديال القرفه، حتى هو كنستعملوه للتمسيم. اذا هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو بالنسبه لهاد الدجاج. اذا كنستمر في التحريك، ما كنغفلوش على هاد الحشوه ديالنا حتى كنحسو الدجاج ديالنا طاب. ممكن في الاخر ملي تنشحروه نسدو عليه واحد شويه باش حتى يطيب الدجاج. هنايا غادي نضيفو واحد المعلقه كبيره ديال الفرماج ديال الدهن، وشويه ديال فرماج غابي. هنايا جبنه موتزاريلا ولا الفرماج الاحمر اللي متوفر عندكم. الهدف هو ان هاد الحشوه تجي معلكه، داكشي علاش شو تجي بنينه. هادشي علاش كنزيدو هاد الفرماج هذا. صدقوني هاد الحشوه كتجي بنينه بزاف، ممكن نعمرو بها حتى لي سيجار ولا البريوات. هي اقتصاديه ولكن كتجي بنينه بنينه بزاف. اذا من بعد الحشوه ديالنا ما وجدات كنطفيو عليها وكنخليوها تبرد. وهنا غادي نوجدو آه لا باز ديال هاد الحشوه اللي هي ورقه البسطيله. كناخدو ورقه البسطيله كنقطعوها هكا دوائر، كتستعنوا بداك السيركل بحال هكا. كتقطعوها بداك السيركل، الا ما بغاش تقطع عليكم راه كتستعنوا بواحد السكين، كتحاولوا تقطعوا الورقه ديالكم على قد هذاك السيركل اللي عندكم. هنايا عندي المول ديال اللي مادلين. كنحاولوا نحطوا دوك الدوائر وداك الفائض ديال الورقه حتى هو كنديروه من الوسط. اكيد من بعد ما كندهنوا المول ديالنا وكندهنوا حتى الورقه. اذا قلت كندهنوا حتى الورقه، كندهنوها بشويه ديال الزيت، زيت العود ولا الزيت العاديه اللي متوفر عندكم، وحتى الزبده المذوبه هي تكون هكا. كنخليوها حتى كيطبخ هذاك السوائل اللي في الزبده باش ما تفسدش لينا الورقه. من بعد كنضغطوا عليهم بواحد الكاس ولا باي حاجه باش تشكل عندي الحفره اللي غنعمرها بالحشوه. دابا كندوزو الحشوه ديالنا، كنعمرو هاد الورقه ديالنا مزيان. غير بالنسبه للطهي ديال هاد المملحات، يكون في الفران ما يكونش هكا الحراره مجهده، تكون غير 180 تقريبا درجه. وكنراقبوهم باش ما يتحرقوش لينا، لانهم دغيا كيتحمروا، غير كيتحمروا كياخذوا اللون الذهبي وكيذوب داك الفرماج راه كنخرجوهم. صدقوني راه كيكونوا بنان بزاف.
كنزيدو هنايا الفرماج موتزاريلا ولا الفرماج اللي متوفر عندكم. هنايا غادي ندخلوهم الفرن. إذا من بعد ما وجدات الوصفة ديالنا كنقدموها هكا، كنحطوها في وجبة، في وجبة الفطور إن شاء الله، وكنستمتعوا بها بالصحة والعافية. نتمنى تجربوا الوصفة وردوا عليا بإذن الله. إلا عجبتكم ما تنسوش الاشتراك، لايك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.